حد شاف عم جرجس دماغي هتنفجر ونفسي في كوباية قهوة، والدولاب مقفول وعم جرجس مش هنا. غريبة، ده عمره ما اتأخر كده. يمكن نزل يجيب الطلبات؟ لا يا مريم، عم جرجس عمل لي شاي، يعني من ساعة زمن بالظبط كان موجود. استنوا، آخر مرة شفته كان بيهمس وهو ماسك ورقة فيها حاجات غريبة، وكان بيقول لو حصل لي حاجة سلموا الورقة للريس أندرو. الفرضية الأولى: عم جرجس اتخطف من شركة منافسة. الفرضية التانية: قرر يعتزل ويعيش في الجبل بعيد عن الطلبات بتاعت ساندي. ما تتريقوش، أنا طلبت منه يجيب لي لبن لوز أورجانيك من هايبر. انت بتتعاملي مع هايبر؟ لو ساب أي أثر هيكون هنا. ده دليل قوي على إنه كان ناوي يقعد فترة طويلة. مفيش شاي، مفيش صوت صينية جاي عليا، مفيش ريحة نعناع. عم جرجس، كنت في رحلة روحية عشان أكتب شعر، بس كنت محتاج وقت مع نفسي، وكتبت قصيدة عن الوحدة. أنا والبريك على ترابيزة، حطيت شاي وفول في برج بيزا، لقيت اللقمة بتقولي كليني حتة حتة. القصيدة الوحيدة اللي محتاجة ترجمة من المصري للمصري.